بكم بمطبخ منال الحلبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي؟ يعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بتمنى ينال إعجابكم. طبعا الفيديو بعد غياب طويل. طبعا أنا طولت عليكم الفيديو مثل ما بتعرفوا. أنا كنت بمالاطيا بتركيا من بعد الزلزال. بتعرفوا هالاشياء الواحد بنقل على بيت جديد وما استقرينا ورجعنا نقلنا على بيت تاني تا استقرينا مزبوط. قدرت اني ارجع اتابع بقناتي واعمل لكم فيديوهات. وهلا بلشت طبعا بالفيديو جديد بمنطقة مرسيل. طبعا هذا اول فيديو الي بعد غياب. وهلا رح اعمل لكم الفيديو. طبعا رح اسوي لكم صينية لحمة مع البرغل. طبعا في ناس بيقولوا لها كفتة، انا لا، صينية اللحمة بعملها مع البرغل. طبعا كتير تجربوها وتشوفوا طريقتي. طبعا هاي الطريقة انا يعني طريقتي كتير طبعا رح تحبوها. انا بقول لها يعني صينية لحمة مع البرغل الناعم. ماشي اخواتي، بتمنى منكم انكم تتابعوني للاخر وان شاء الله وتجربوها وان شاء الله رح تنال اعجابكم. بس بتمنى منكم تضغطوا لي على لايك والشير وتشتركوا بقناتي وتفعلوا لي جرس التنبيهات منشان اوصل لكم فيديوهاتي اخواتي. ماشي. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو لحمه طبعا ححط له 4 بندورات و3 بصلات. طبعا مقشرتهم منظفتهم والبندوره نظيفه. وعندي هون طبعا برغل. البرغل عندي تقريبا مثل عندي هاي الكاسة. إذا عندك كاسة طبعا كاسة برغل ناعم. شوفي أختي بهالشكل هذا برغل ناعم. طبعا هو هذا البرغل للكبة. ماشي. هذا طبعا رح أخلطه مع اللحمة بقد هالكاسة حسب. المهم كل ما كان البرغل أكتر بيعطي للحمة طعمة كتير لذيذة. طبعا وعنا هون الكاسة، عنا كاسة شوي صغيرة ما بدنا نكتر. طبعا هلا بتشوفوني كيف بدي احطها. وعنا طبعا البهارات الأساسية اللي بتعطيها طعمة كتير لذيذة. عنا معلقة فلفل أسود، معلقتين طبعا أنا حاطة معلقة بس هن معلقتين ملح، معلقة بهار مشكل. ماشي أختي. طبعا هالاشياء هاي. وهلا أول شي رح نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كتير سهلة، انتوا تابعوني وان شاء الله رح تنال اعجابكم وكتير رح تدعوا لنا ان شاء الله. اول شي رح نحط هلا شوي من الزيت ونرجع بنحط باقي الزيتات من تحت بهالشكل هذا. طبعا هي اللحمة رح انا البس كفوف، يعني اللحمة ما بعملها بايدي عشان ما تعذبني. طبعا اختي هلا بدي انا اتبل اللحمه. وهلا بدي نحط معاها البهارات. طبعا كل البهارات بدك تحطيهم معاها. معلقه مثل ما قلت لكم بهارات مشكله، معلقتين ملح، انا حاطه معلقه ملح قبل. وعندنا بهارات وعندنا فلفل. طبعا فلفل عندنا هالبهارات حطيناها. وهلا رح اعجنهم سوا. ماشي اختي. هلا في ناس بيحطوا لها بيبشروا بصل معه وبندوره كمان بتطلع نفس الشيء. بس انا هاي طريقتي كتير يعني سهله. طبعا انا هلا هيك اختي عجنتها مع البهارات. وهلا رح احط البرغل. رح اعجنها منيح منيح. كاسه صغيره زيت هون مع هون ورح نخلطهم كتير منيح. وهلا عندي الصينية حاطة فيها شوي من الزيت. طبعا هيك بالشكل هذا. هلا هيك عندي هلا رح احط اللحمة بالشكل بأرضية الصينية. ماشي اختي بالشكل هذا. هلا هيك شوفي بهالشكل انا حطيتها مع البرغلات. ما بتعذب ابدا وبتطلع متماسكه وبتقطعيها تقطيع كتير رح تعجبك ورح تدعيلي باذن الله. شوفي اختي طبعا سريعه. انا طبعا غاسله البندوره والبصل مشان ما اطول عليكم الفيديو، لانه هو فيديو سريع مثل ما قلت لكم. هي اكله تكون سريعه. طبعا ما
ما بتعذبوا ان شاء الله باذن الله، بس اتبعوا وشوفوا طريقتي للاخر. طبعا هاي الطريقه كتير سهله، انا عم بعمل لكم، انا عندي طريقه صينيه لحمه عام بفيديوهاتي السابقه، طريقه غير طبعا، هاي الطريقه تانية اطيب واسرع. اهم شيء انا عم بعطيكم انه يكون شيء اسرع. ماشي اختي بهالشكل هاد، ما بدك تكبسيها كتير، الكبس خفيف مشان ما تلزق بالصينيه. رح نكبس شوي صغيره، ما بدنا نكبس كتير. طبعا هي بأرضيتها مثل ما قلت لكم بده يكون أرضيتها شوية زيت بهالشكل هاد. هلا بدنا نفرم البندورة عليها والبصل بهالشكل. هلا رح نحط اول شيء رح نحط البندورة. ماشي اختي، رح نعمل البندورة حلقات بهالشكل هذا، بهالشكل هذا. هلا اختي رح نحط البندورة هيك بهالشكل هذا. بالشكل. هلا رح نجيب البصلات كمان نفس الشيء، البصلات حلقات. ماشي اختي، هالشكل. هلا هيك انا هلا بتحبي تحطيها بالفرن او بتحبي تحطيها على النار. طبعا اذا بدك تحطيها على النار بدك تحطي معاها كاسة مي بهالشكل هذا. ماشي اختي، انا هلا رح احطها بالفرن. تمام، هلا هيك خلصت، رح ارجع لكم ان شاء الله بعد ما انتهي. طبعا ما بدي بالفرن اختي ما بتحطي لها ابدا مي، هي بتفقي مي طبعا من البندوره، هي بتفقي مي، وطبعا رح تحطيها على 200. ماشي، ان شاء الله ما رح نطول عليكم، رح ارجع لكم بعد انتهاء صينيه اللحمه مع البرغل. اخواتي هلا هيك خلصنا هيك الصينيه، وانا هلا رح اطلعها من الفرن هالشكل. شوفوا كيف بالشكل هذا. بسم الله. هلا شوفوا كيف. طبعا انا حطيتها بالفرن طبعا انا هلا هيك حطيتها بالفرن. طعمة الفرن بتنشوى، بتطلع الطعمة اطيب كتير لذيذة. جربوها وان شاء الله رح تنال اعجابكم. ماشي يا اخواتي، بهالشكل هذا. شوفوا كيف كتير شكل، وجربوها واكيد الطعم رائع. هلا هيك شوفي يا اختي، طبعا هيك بهالشكل هذا سريعة. رح اقطعها معكم، رح افرجيكم التقطيع بهالشكل. طبعا ومستوية وكتير جربوها، رح تحبوها كتير ورح تدعولي. ماشي اخواتي، انا هلا هيك خلصت معاكم صينية اللحمة. بتمنى انه تتابعوني بقناتي، وان شاء الله رح يوصلكم كل شي جديد اخواتي.